هلو جريد 5 معاكم ميس نبيلة ساينس تيتشر. النهارده ان شاء الله هنعمل مراجعة على كونسبت 41 و 42 اللي هتيجي ان شاء الله في امتحان ابريل. معانا شيت ملخص الموضوع كله وهنحل مع بعض وهنتعرف على بعض ازاي نطلع او هنعرف مع بعض ازاي نطلع الكي وورد اللي ممكن احل بيها اي سؤال، ونتعلم مع بعض ازاي نقدر نحل ونخلي الموضوع ايزي جدا. واضح قصادنا هنا ان كونسبت 41 في اول بوستر بتايتل invisible force of gravity، قايل invisible عشان فعلا احنا الجرافيتي مش بنشوفها، ولكن احنا بنشوف الافكت بتاعها فقط لا غير، او بنحس بالافكت بتاعها فقط، لكن هي الجرافيتي نفسها بنشوفها ولا لا؟ هي بتكون invisible، ما بشوفهاش. فهنا عندي بيقولك ان الفورس اوف اتراكشن، قلنا ان الجرافيتي الديفينيشن بتاعها عشان ما يجيلي في scientific term سؤال زي كده، الفورس that pulls object with mass toward او each other. اي حاجه مثلا بتجذب التاني يبقى اكيد هنا في جرافيتي بتاثر عليه طالما هو عنده ماس. قلنا لو انا عندي ماس يبقى عندي جرافيتي، مفيش ماس مفيش جرافيتي. طيب بعد كده قالك ان الجرافيتي pulls object downward upward ولا downward؟ لا، بتكون downward، عشان كده هي attraction مش repulsion. لو زمان لو كانت الجرافيتي في repulsion كان زمان الاوبجكتس كلها عمل ايه اللي حصل لها؟ مثلا fly upward، كان زماننا بنسبح كده في على طول وما تثبتناش على الجراوند مثلا، ولا نزلنا ناحيه الجراوند ولا تثبتنا عليها. الجرافيتي affect all object with mass if they are not touching، حتى لو هما مش بيكونوا لامسين بعض خالص، مش لازم يكونوا in contact او مش لازم يكونوا touching each other. زي مثلا الارث والمون، الارث مش تاتش مع المون، ولكن الارث ليها جرافيتي ان هي تاثر على المون نفسه، عشان كده المون مش بيحصل له float off into space بسبب الجرافيتي اوف ايرث. نفس الفكره البلانيتس والصن، ليه البلانيتس مش بيحصل لها فلوت في السبيس؟ قلنا عشان الجرافيتي بتاعه الصن. يبقى ما يجي يقول لي ليه مثلا البلانيتس revolve around the sun in fixed orbit، وقلنا الاوربت بيكون شكل بتاعه oval، ليه؟ due to gravity of sun هي اللي بتعمل لهم keep في fixed orbit، وعشان كده مش بيحصل لهم فلوت في السبيس. عندي دلوقتي two factors، اول فاكتور هو الماس، تاني فاكتور هو الديستانس. طب الفاكتورز دي بتاثر على ايه؟ بتاثر على الجرافيتي. يعني مثلا الماس لو حصل له increase او decrease هيأثر على الجرافيتي. الديستانس نفس الكلام، لو حصل لها increase او decrease هتأثر على الجرافيتي. طب بيأثروا ازاي؟ قالك الجرافيتي او الماس والجرافيتي اتنين صحاب. يعني اتنين صحاب اتفقنا قبل كده، يعني لو الماس increase الجرافيتي increase، لو الماس decrease الجرافيتي decrease. نفس الفكرة as the mass of object increases الجرافيتيشنال pull increases. تمام؟ والعكس صحيح، لو هي decrease هتكون decrease. الريليشن between distance و gravity اتنين أعداء. يعني ايه اتنين أعداء؟ يعني ما ينفعش يتقابلوا خالص. لو الديستانس زادت يعني التو اوبجكت بعدوا عن بعض، الجرافيتي بتاعت البيجر اوبجكت ناحيه السمولر اوبجكت هتقل. يبقى ليه؟ كلام منطقي. انا لو حاجه مثلا بعدت زي ما قلنا قبل كده، لو الديستانس انكريز يعني الاوبجكت بعد عني مش هقدر ان انا اعمل له بول، مش هقدر اعمل له اتراكشن. تمام؟ فانا عندي لو المون مثلا were twice as heavy، يعني بقى مرتين الديستانس مثلا it would be pulled closer to earth. تمام؟ لكن لو الديستانس doubled يعني المسافة تضاعفت بقت twice مثلا، الاتراكشن become weaker. يعني weaker هتكون ضعيفة جدا، والاوبجكت البيجر مش هيقدر يعمل له attract. ده في حالة لو الديستانس ما بينهم حصل لها increase. تمام؟ قلنا برضو نفس الكلام ان الجرافيتي هي اللي بتعمل pull للسكاي دايفر downward، يعني دورها بس في الموضوع ان هي تسحبه لتحت فقط، ان هي تعمل pull للاوبجكت او السكاي دايفر، الشخص اللي طلع في السكاي هتسحبه فين؟ downward.
ولكن فكرة الباراشوت دي علشان يزود السيرفس اريا بتاعته. فالسيرفس اريا لما تزيد في حاجة اسمها air resistance، دي الفورس اللي بتأثر على أي اوبجكت موجود في الاير، الفورس اللي بتأثر على أي اوبجكت موجود في الاير. فأنا لما أزود السيرفس اريا حواليا الاير ريزيستنس بتاعة الاير هتزيد معايا، فبالتالي هيحصل ايه؟ سلاوز داون للموفمنت، هبطأ نزوله عشان ما ينزلش مرة واحدة ويحصل ديث أو موت. يبقى هنا بيعمل سلوينج بس للفول، يعني بيبطأ من السقوط، ولكن الجرافيتي تأثيرها بيكون كونستانت على كل الأوبجكت إن هي pull downward. في other forces طبعا غير الجرافيتي، عندي الماجنتيزم وعندي الفريكشن وعندي الاير ريزيستنس. الماجنتيزم برضو نفس الكلام invisible force، ولكن هي عبارة عن حاجتين attraction و repulsion. يعني ايه attraction؟ يعني بيقرب، repulsion يعني يبعدوا عن بعض ما بين two magnets، يعني ماجنت وماجنت يا اما يحصل attract يا اما يحصل repel، او ما بين الماجنت مثلا و certain metals، ولازم الميتالز بعض الميتالز بس هي اللي بيحصلها attracted لمين؟ للماجنت. زي مين الميتالز؟ قلنا زي الايرن والنيكل والكوبالت. تمام. تاني فورس عندنا هي الفريكشن، وقال لك ان دي فورس بتيجي ما بين تو تاتشنج، الحاله الوحيده اللي بيحصل لازم يكون فيها تاتشنج للتو اوبجكت مع بعض، زي مثلا الفريكشن. يعني انا مثلا ما ينفعش ايدي دي وايدي دي يحصل لهم فريكشن من غير ما يلمسوا بعض، لازم يكون في تاتشنج between two hands. طبعا example، لكن احنا بنتكلم هنا عن مين؟ بنتكلم مثلا عن اي اوبجكت والتاني والسيرفس مثلا، والفانكشن بتاعتها او اللي بتعمله ان هي بتعمل opposite او slow down للموشن، بتبطئ من الايه؟ من الحركه. زي مثلا الفريكشن between الكار او التايرز بتاعت الكار والرود، العربيه ماشيه على الطريق وفي مثلا بريكس فرامل، الفرامل دي فكرتها ان هي تزود الفريكشن between tires of car والرود. بعد كده عندي الاير ريزيستنس، قال لك ان الاير ريزيستنس اصلا تايب من الفريكشن فورس. تمام. قال لك ان هو type of friction occur as object pass through air. قلنا شرط اساسي ان انا الاقي في الديفينيشن كلمه air. no air او مفيش كلمه air يبقى انت فكر تاني في الديفينيشن، لازم يكون في الديفينيشن كلمه air عشان اعرف ان دي air resistance. act in the opposite direction of gravity to slow برضو، هي زيها زي الفريكشن ان هو بيبطئ من مين؟ من الفولينج بتاع الاوبجكت. عندي الباترنز in the solar system. يعني ايه solar system؟ يعني الصن مع ال8 planets، ال8 planets مع الصن بسميهم solar system مع بعض. عندي عالم scientist اسمه نيكولاس قال لك stated that Earth and other planets revolve around the sun. هو اللي قال، نيكولاس ده هو اللي قال ان الارث والبلانتس اللي هما ال8 بيدوروا حوالين الصن. يبقى مين اللي عرفنا حاجة زي كده؟ هو نيكولاس. طب بالنسبة للسبيد بتاعة الارث حوالين الصن قال لك 107,000 كيلومتر بير اور في الساعة الواحدة. دي سرعة مين؟ سرعة الارث حوالين الصن. في سرعة تانية حوالين الاكسس بتاعه هنعرفها دلوقتي. تمام. وقلنا ان هي بتدور في شكل ايه؟ في شكل اوفال او اليبتيكال. يعني ايه الاليبتيكال؟ يعني شكل بيضاوي. البلانيتس هنا بتدور حوالين الصن in ellipse أو oval shape path due to the sun's gravitational pull. يبقى ليه هي بتدور حوالين الصن ب fixed orbit في شكل oval؟ هاجي أقوله بسبب gravity of sun. طب مين اللي يعتبر السنتر بتاع السولار سيستم كله؟ قلنا هو الصن. تمام. قالك لأن its mass is much greater than all object، هي أكبر حاجة بالنسبة لباقي الأوبجكت، سواء كان البلانيتس سواء كان المونز، هي أكبر حاجة موجودة عندي في السولار سيستم. طيب بالنسبة عندك هنا في بعض الإكسبيرمنت إن أنت عندك الأوشن تايدز، الأوشن تايدز الهاي تايد واللو تايد اللي هو على السي أو على الأوشن. قال لك ده بسبب الجرافيتي أوف مون، بتجينا في الكومبليت أو بتجينا مثلا
في الساينتفك تيرم ان ده مثلا اوبجكت بيأثر على او بيعمل اوشن تايدز او سي تايدز او للمون. عندي مثلا هنا نفس الكلام هنا فاكيوم، عندي الهامر والفيزر. واللي متابع الموضوع عملنا قبل كده اكسبيرمنت عن الشاكوش والورقه ونزلناهم مع بعض من نفس الهايت، لقينا ان الشاكوش هو اللي وصل الاول. وقلنا ده ليه؟ قالك عشان الشاكوش مثلا عنده سيرفس اريا بتاعته قليله، ولكن الورقه كانت السيرفس بتاعتها ايه؟ السيرفس اريا بتاعتها كبيره، فعشان كده الاير ريزيستنس كانت على الورقه اكبر من الاير ريزيستنس على الشاكوش. فبالتالي الاير ريزيستنس هتعمل ايه؟ هتضايق الورقه اكتر، يعني هتخلي نزولها بطيء جدا، لكن الهامر نزل بسرعه. نفس الفكره هنا الشاكوش والريشه. الريشه هنا او الفيدر تعتبر ايه؟ واخده سيرفس اريا اعلى. تمام؟ ففي الحاله دي الفيزر hit the ground at the same time because gravity، هما الاتنين هينزلوا عادي downward، ولكن في حاجة بتنزل الأول وفي حاجة بعد كده بتتأخر في النزول. عملنا برضو قبل كده experiment إن هي 90، سواء كان أنت لعبت في الميل لما عملنا الفور بوكس والتو بوكس، برضو الجزء الثقل اللي في النص ده هينزل ناحية الأرث على طول downward. قلنا ليه؟ عشان الجرافيتي. عندي concept 4.2 ال patterns of motion. عندي 2 movement للإرث، واحدة اسمها rotation والتانية اسمها revolution، والاتنين دول مهمين جدا بيجوا في أي امتحان على طول، فنركز فيهم ونفهم ال difference between rotation و revolution. واضح قصادي هنا إن أنا عندي الإرث، تمام؟ وقلنا ان هي rotates on its imaginary axis. قلنا ان الاكسس ده اصلا already خط خيالي imaginary مش موجود في الحقيقه، بيكون ما بين التو بولز، ما بين النورث والساوث. وقلنا الروتيشن ده بيكون مثلا spinning. السبيننج يعني ايه؟ يعني دوران الارث او الاوبجكت حوالين الاكسس بتاعه، يعني محوره وبيدور في imaginary axis. طبعا بيعمل one complete return مثلا في كام؟ 24 hours، يعني بيلف لفة كاملة كده في 24 hour حوالين نفسه. ده بيعمل لي سايكل اسمها day and night. الجانب اللي هيكون قصاد الصن هيكون day، واللي بعيد هيكون night. الارث روتيت من الويست للايست طبعا، ولكن الصن هتكون والستارز بتبدأ ان هي رايز من الايست و سيت ان من الويست في الويست. يبقى الصن من الايست للويست، ولكن الارث العكس، الارث بتكون العكس from west to east، عشان كده قلنا عليها ان هي counter clockwise. الريفوليوشن قالك ان هي عباره عن orbiting للاوبجكت حوالين another object، لكن الروتيشن كان حوالين نفسه، حوالين الاكسس. الريفوليوشن اوبجكت وبيدور حوالين اوبجكت تاني، يعني مثلا نتخيل ان البن ده اوبجكت، هو هيدور حواليا، يبقى انا another object، يبقى ده اسمه ريفوليوشن. لكن لو ده دار حوالين نفسه كده ده اسمه روتيشن. وقلنا هنا يعمل لي مثلا cycle of 4 seasons. هلاحظ ان انا مثلا هنا عندي لما يكون الاوبجكت حوالين الصن بيعمل 4 seasons: summer, winter, autumn، مثلا spring، وهكذا. تمام؟ هنلاحظ برضو هنا ان انا عندي ان الارث بتعمل روتيت حوالين الاكسس بسبيد equal 1600 كيلومتر بير اور. تمام؟ يبقى احنا بنلاقي طبعا المهم اللي نقدر نركز عليه دي السبيد بتاعه الارث حوالين الاكسس. عندك الداي اند نايت سيكونس او السايكل، ان الهاف اللي بيعمل فيسز للصن هيكون داي والاذر هاف هيكون نايت. وعندي حاجه اسمها الابيرنت موشن. يعني ايه apparent موشن؟ يعني الحركه الظاهريه لمين؟ للصن. قالك ان الصن بتبدو وكانها بتتحرك at night. طب دي حقيقه؟ قلنا لا طبعا، عشان كل ده بسبب الارث روتيشن حوالين الاكسس هي اللي بيكون السبب. ولكن بيقول لك not because the sun itself is traveling around us، مش هي اللي بتدور حوالينا، ده احنا او الارث عموما هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل الروتيشن. تمام؟ عندي الشادو باترنز اند سانديل. عندي البوزيشن او الموقع بتاع الصن اثناء اليوم بتاعك. لو انت في المورنينج، تمام، هنا حصل مثلا ادي المورنينج،
الصن موجودة فين؟ موجودة ناحية اليسار. at noon بتكون موجودة على طول فوق راسي بالظبط. اتخيل ان انا التري مثلا او التري دي فوقيها بالظبط. afternoon طبعا بتكون الناحية التانية. اطول حاجة بتكون لما الصن تكون في وضع المورنينج او afternoon، يعني الصبح او afternoon بيكون length of shadow اطول حاجة longest، لكن قصير جدا وقت النون نفسه at noon. يبقى ما يجي يسألني عن اللينس بتاع الشادو at noon بيكون short أقصر حاجة فيهم، لكن at morning أو afternoon في الحالة دي بيكون longest shadow. تمام؟ السانديال هنا قلنا إن الانشنت ايجيبشن اخترعوا حاجة اسمها sundial or shadow clock to track time by measuring the changing a position and the length أو of shadows. يعني عشان نعرف التايم بتاعنا قالك وقتها ما كانش فيه طبعا كلوك فعملوا السانديال دي. تمام؟ الستارز والجالاكسيز والكونستليشن. ايه هو الستار؟ قالك ده giant sphere of highly explosive أو super hot gases. تمام؟ produce their own light and heat، يعني بيطلع لي اللايت والهيت للإيرث. عشان كده احنا بنلاقي الشمس في النهار منوره لنا، واللي يقف جنبيها او تحتيها هيحس ان هو هوت، يعني سخن شويه، او في هيت يعني عموما حراره. اقرب واحد او اقرب ستار لينا بالنسبه للإيرث هو الصن، ده كلوزست ستار، لكن في ستارز تانية بعيده جدا. وبالنسبه للسايز بتاعها قالك ان هو ميديوم ستار، بيظهر برايتست لان هو بيكون closest a star to earth. يعني ايه كونستليشن؟ قالك ان الكونستليشن بتكون جروب اوف ستارز، مجموعه من الستارز فورم باترنز، بتكون اشكال و باترن او شيب او persons، يعني اشخاص كمان. named by ancient Greeks after mythical thunder. الثاندر ده اللي هو سموه على اسم صياد، يعني شكل التجمع نفسه في السكاي شبهوه بانه في واحد مثلا بيصطاد فسموه على اسمه الميثيكال هانتر او اريان الصياد. تمام؟ التولز او الفيسز مش جايه في بريل، فندخل على الحل على طول عشان ما نطولش عليكم. عندي هنا choose the correct answer. اول حاجه عندك a boy on a slide moves down toward the ground. اكيد كل ده بسبب الجرافيتي، اي حاجه downward هيكون بسبب الجرافيتي. if there is no earth's gravity، لو مفيش جرافيتي المون هيحصل له ايه؟ قالك float off into space. يعني ايه float off into space؟ يعني هيدور او هيسبح في الفضاء عشان مفيش جرافيتي مأثرة عليه. الجرافيتي هي اللي بتثبتنا في الاوربت اللي هو الاوفال اللي احنا اتفقنا عليه. وده سؤال دايما بيجي في what happen if there is no gravity للإيرث. هاجي هقول له طبعا ان المون will float off into space او will fly into space. gravitational force is affected by بتتأثر ب two factors زي ما قلنا من شوية، الماس والديستانس. number 4 earth attract object toward A. اكيد ناحية السنتر بتاعها الإيرث بتجذب اي حاجة وتسحبها ناحية السنتر. الماجنتيزم قلنا ان هو نوع، هل هو attraction only؟ طبعا لا. هل هو visible؟ اتفقنا ان هو برضو احنا مش مرئي. الريبالشن نفس الكلام، مش هو repulsion و attraction مع بعض، ولكن هو هنا بيقول attraction only ولا repulsion only، فمش هينفع نختارهم. لكن الإجابة الصحيحة الوحيدة هي invisible. number 6 stable. a table stands on the ground need. a table يعني ترابيزة زي أو المكتب اللي أنا عليه دلوقتي. قالك stands on the ground، واقف على الجراوند، محتاج إيه عشان يتحرك؟ هو من غيره أو من غير أي حاجة هيفضل stable، لكن لازم يكون فيه طبعا force، لازم يكون فيه force تأثر عليه عشان يتحرك. number 7 which of the following object has a least attraction force؟ least attraction force يبقى least ايه؟ mass. عندك المون والإيرث والصن والماجنت، طبعا أصغر واحد فيهم الماجنت عشان كده هو أقل force. number 8 a person can exert a weak force. يعني شخص هيعمل قوة ضعيفة عشان يحرك ايه؟ ولا big truck ولا real car
ولا very big rock. كل ده محتاج strong force. مفيش الا التوي كار يعني عربية لعبة، مش محتاجة ان انا اكون strong او يكون عندي فورس قوية. في الكومبليت الجرافيتي pulls object toward the هقول السنتر of earth، ناحية السنتر. لسه قايلينها المون بيتحرك حوالين مين بسبب الجرافيتي؟ المون بيتحرك حوالين الارث. تمام. Number 3 the gravity of the moon affects the phenomena of ocean. قلنا من شوية ان المون الجرافيتي بتاعت المون بتأثر على التايدز. Number 4 object at rest. في حالة الراحة محتاج ايه عشان يتحرك؟ اكيد محتاج فورس تأثر عليه. تمام. Number 5 فورس يا اما حاجة او يعني حاجة من اتنين، يا اما هتكون push يا اما هتكون pull للأوبجكت عشان تخليه ان هو يحصل له move او motion. Number 6 a magnet can attract some object by force. طالما قال لي magnet يبقى الفورس بتاعته اسمها magnetism. Number 7 the force that is needed to move a small bike. الفورس اللي انت محتاجها عشان تحرك سمول بايك ايه علاقتها بالفورس اللي انت محتاجها عشان تحرك تراك؟ اكيد اللي انا محتاجها عشان احرك سمول بايك هتكون smaller than. تمام. Number 8 when the distance between moon and earth increases. لما الديستانس ما بين المون والارث increase، قلنا طالما هو هيذكر الريليشن between distance and gravity اتنين اعداء، طالما قال لي distance increase هقول له gravitational attraction force هتكون decrease. الcorrect الجرافيتي keeps the moon revolve in orbit around itself. يعني بيقولك الجرافيتي بتخلي المون يقدر يدور. هو هنا مستخدم ايه؟ مستخدم كلمة revolve، طبعا مش حوالين نفسه خالص. هيكون الجرافيتي بتأثر على بتخلي المون يتحرك في orbit، يبقى around earth. Number 2 the gravity of the sun affects the ocean tides. يعني بيقول لي الجرافيتي بتاعت الصن بتأثر على التايد. في لاين هنا تحت كلمة صن. تمام. الصن هنا لا، مش هي اللي بتعمل التايدز، هتكون المون. Number 3 planets revolve in fixed orbit around earth. تمام. due to gravity between them. هو بيقول لي البلانتس بتدور في fixed orbit حوالين الارث. هل البلانتس هتدور حوالين الارث؟ طبعا لا، تدور حوالين الصن. write the scientific term. الفورس اللي بتعمل pull لأي حاجة down toward its center هتكون طبعا الجرافيتي. Number 2 phenomena takes place in ocean and seas. قلنا من شوية هي التايدز. 3 the effect that pulls or push an object to make it move. طبعا دي الفورس، ده تعريف الفورس ان هي pull force او push force. The force is found between two magnets. طالما قال لي magnets يبقى الفورس اسمها magnetism. Give reason. The moon is attracted to earth. ليه المون بيحصل له attraction، بينجذب ناحية الارث؟ نركز في سؤال الجيف reason على طول او باقوى درجة تركيز عندك. المون ليه بيحصل له attraction ناحية الارث؟ اكيد due to gravity of earth، هي اللي جاذباه ناحيتها. Number 2 paper clips are pulled toward the magnet. ليه البيبر كليبس او في مثلا iron nails ليه كل ده بيحصل له attracted للمagnet؟ هاجي اقول له due to magnetism، هي اللي هتخلي الماجنت يعمل pull لمين؟ للبيبر كليبس. The force of gravity ليها دور في السولار سيستم. هاجي اقول له because مثلا
لان انا عندي الجرافيتي of sun keep the planets in fixed orbit طبعا حواليها. يبقى الجرافيتي مهمة ولا مش مهمة؟ اديله اكزامبل مثلا للجرافيتي بتاعت الصن على البلانيتس. gravity is of earth is greater than gravity of moon. طالما قال لي gravity بتاعت object اكبر من التاني اكيد عشان الماس، اكيد because earth has greater mass. What happens if لو مفيش gravity ما بين المون والإيرث؟ مين اللي smaller object؟ أكيد المون. هاجي أقول له the moon float off into space، هيسبح في الفضاء. Number 2 the mass of moon becomes twice، الماس زادت. أول ما يعني أسمع إن سؤال بيتكلم عن الماس أو الديستانس يبقى هو عايز يعرف تأثيرهم إيه على الجرافيتي. في الحالة دي الماس لو هي becomes twice يعني بقت مرتين، لو هي مثلا نتخيل إن هي 5 هتبقى 10 twice يعني بقت دبل، تمام؟ في الحالة دي لو الماس زادت يبقى الجرافيتي will increase. أبسط إجابات هتخليك برضو بالفول مارك عادي، تمام؟ Number 3 the distance between moon and earth increases twice. الديستانس زادت برضو اتفقنا طالما ذكر الديستانس يبقى هو عايز يعرف تأثيرها على الجرافيتي هيكون ايه. هي الديستانس زادت يبقى الجرافيتي will decrease. اتفقنا ان هما اتنين اعداء يبقى عكس بعض. The mass of moon decreases to half. ايه اللي هيحصل لو الماس بتاعت المون قلت للهاف؟ اكيد الجرافيتي بتاعته هتقل للهاف. الماس هنا قلت للهاف يبقى الجرافيتي بتاعت الارث بالنسبه له هتقل وهيقرب. يعني ايه الجرافيتي هتقل؟ مش هيكون قريب منه خالص. من مين؟ من الارث. هعيده تاني، لو الماس بتاعت المون decreases to half ايه اللي هيحصل لو الماس بتاعت المون قلت للهاف؟ ممكن اجي اقول له ان الجرافيتي بتاعته will decrease. سؤال الديفينيشن، ايه هي الفورس؟ قلنا ان هي عبارة عن ايه؟ it is a pull or push. بتأثر على ايه؟ affect على الاوبجكت. يبقى اول كلمتين طبعا مش هنكتبه كده بس نكمل عشان التايم بس مش هطول. الماجنتيزم لازم اجي اقول له ان هي force between مثلا two magnets. اذكر اهم الكلمات او اهم الكي ووردز اللي مطلوبه منك. force between two magnets او between magnet and other objects. يعني انا هكتب الجزء بسيط وبقول الباقي عشان المكان وعشان الوقت. نيجي للجرافيتي، قلنا ان هي عباره عن ايه؟ attraction force. لازم اول حاجه في definition of force او سوري definition of gravity اذكر ان هي attraction force that affect the object with mass. لازم يكون ان هو يأثر على الاوبجكت with mass. Any object has mass must have طبعا gravity. أي object عنده mass هيكون لازم يكون عنده gravity. Force acts on all objects on earth. مين اللي بيأثر على كل الأوبجكت؟ هي الجرافيتي. gravity depend on the object. أكيد معتمد على الماس ولا السبيد ولا اللينس ولا الإيدج كمان. الفريكشن فورس بتعمل ايه للموفمنت؟ بتعمل سلوز داون. الاحتكاك دايما بيكون عكس الموفمنت عشان يقلل من السبيد بتاعتها ويبطئ. consider the type of friction force في اللي هو الاير resistance طبعا نوع منهم. الماجنتيزم هي عبارة عن force that attracts object made
of يعني مصنوع من كل الماتيريالز دي except ايه؟ قلنا او اتفقنا قبل كده ان الماجنتيزم لازم تكون ما بين two magnets او ماجنت مثلا و other metals. ال other object يكونوا made of some metals. مين الميتالز اللي لازم يكون مصنوع منهم الاوبجكتس دي؟ ممكن الايرن، ممكن النيكل، ممكن الكوبالت. هنا بيقول لي except يبقى انا لازم اختار الوود. لو الاوبجكت مصنوع من الوود الماجنت مش هيقدر يعمل له attract. The center of solar system اتفقنا من شوية ان السنتر of solar هو الصن. Number 8 the planets revolve around the sun in fixed oval طبعا او elliptical. get oval او get elliptical الاتنين true. نيجي مثلا في الجيف reason هنا all object have gravity. هاجي اقول له because all object have mass. عنده gravity يبقى اكيد كان عنده mass. Number 2 gravity of earth is greater than gravity of moon. بيقول لك ال gravity of earth ليه هي اكبر من ال gravity of moon؟ هاجي اقول له because earth has مثلا more mass than moon. عنده الماس بتاعته اكبر من مون. او because earth has larger mass. اي طريقة او اي صيغة true. You always land on the ground when you jump up. هاجي اقول له due to gravity of earth على طول. اي حاجة بتسحبك ناحية الجراوند لما انت بتعمل jump up due to gravity of earth. عايز تكمل قول له مثلا ان هي pull the object to the center of earth او downward. الايرن نيلز ليه بيحصل لها attracted للماجنت؟ هاجي اقول له due to magnetism. Number 5 air resistance affect the movement of an object where falls from a height. ليه بيقول لك ان الاير ريزيستنس بتأثر على الموفمنت؟ هاجي اقول له because air resistance بتعمل ايه؟ slows down بتأثر او بتعمل ايه؟ بتبطئ من مين؟ slows down of movement of object. وهي دايما بتكون عكس الموفمنت. لو هو مثلا هيتحرك لتحت بالجرافيتي هي بترفعه لفوق عشان يبطئ من مين؟ من النزول. عشان كده بتأثر على الحركة. السكاي دايفر ليه بيفتحوا الباراشوت بتاعهم؟ هاجي اقول مثلا to increase air resistance عشان ازود المقاومة اكتر بتاعة الاير. اكيد بسبب ايه؟ due to الانكريز بتاع مين؟ بتاع السيرفس. increase of surface area. اكيد السيرفس اريا بتاعته زادت فعشان كده الاير ريزيستنس زادت. هنا السؤال بيقول if there is no gravity of earth. لو مفيش gravity of earth كان زمان كل الاوبجكت all objects will float into space. كان زماننا دلوقتي كلنا من غير الجرافيتي كان زماننا كلنا مش متثبتين على الجراوند او ناحية الارث وحصل ايه؟ ان احنا بنتحرك في السبيس. نفس السؤال ده هو اللي بعده. لو الجرافيتي دي ريبالشن مش اتراكشن. هي اتراكشن فعشان كده هي بتخلي الاوبجكت كلهم pull them down ايه to the center ونتحرك downward. الريبالشن بيخلينا ان هو ايه upward. تمام؟ ده نفس الإجابة بتاعت 1. Number 3 what happens to the planet if the gravity of sun disappears. يعني بيقول لي هنا ايه اللي هيحصل للبلانيتس لو الجرافيتي بتاع الصن disappear. نفس الكلام اجي اقول planets will fly into space. Number 4 what happens to the speed of skydiver if he opens the parachute. اللي هيحصل للسبيد طبعا
هاجي اقول مثلا the sky diver slows down، يعني الحركة بتاعته أو الهبوط بتاعه ممكن أجي أقول sky divers falling well slow down، هيكون بطيء. Number 5 لو الميتال بول والفيزر falling down من the same height، لو أنا رميت ميتال بول وفيزر مين اللي هينزل الأول؟ هاجي أقول له الميتال بول will reach faster، طبعا هينزل أسرع. أكمل هقول له to the ground. You throw 2 iron balls have the same mass من the same height. تمام؟ لو انت رميت كرتين مثلا حديد وعندهم نفس الماس ونفس الهايت، رميتهم من على نفس الهايت. السؤال ده مهم برضو، ممكن متوقع يجي في الامتحان طبعا سؤال زي كده، يقول لك انت معاك 2 balls او 2 iron balls حديد بس يكون لهم نفس الماس ورميتهم من على نفس الهايت. هاجي اقول له the 2 balls هينزلوا طبعا في نفس الوقت. ليه؟ عشان هما ليهم نفس الماس، يعني مفيش مثلا حاجة large وحاجة small، ولا مثلا فيهم حاجة واخدة surface area أعلى من التاني. هاجي أقول إن 2 iron balls will reach the ground at the same time. الاتنين هينزلوا في نفس الوقت. reach the ground at the same time. الديفاين هنا او الديفينيشن بيقول لك عرف الفراكشن. هاجي اقول له مثلا ان دي فورس بتعمل اوبوزس للموفمنت اوف اوبجكت، مش هنكتب عشان ما ياخدش من التايم. الاير ريزيستنس اول حاجه ابدا بيها تايب اوف فريكشن فورس، نوع من انواع الفريكشن فورس، وابدا اكتب باقي الديفينيشن على طول. The planets revolve around the sun in path، طبعا in fixed path يعني مدار ثابت، والشيب have shape oval shape طبعا. الماجنت عنده force attract و pull لsome metal، هقول has magnetism طبعا، magnetism force عشان هو ماجنت. الاير ريزيستنس نوع من انواع ايه؟ هقول له الفريكشن. Day and night phenomena occurs due to the rotation of Earth around، يعني بيقول لك ان ال day والnight النهار والليل كل ده بسبب ايه؟ بسبب الروتيشن بتاع الارث around its axis. Number 2 Earth rotates around itself once every 24 hours، يعني مدة الروتيشن بتاع الارث حوالين نفسها بتاخد 24 أو 1 day. The Earth's axis is an imaginary line passed through 2 poles طبعا من النورث للساوث. الارث روتيت on its axis بتكون counter clockwise عكس العقارب، عكس عقارب الساعة، يعني منين لمنين؟ من الويست للإست، عشان كده احنا قلنا العكس، لكن الصن بتيجي من الإست طبعا للويست. السولار سيستم بيتكون من بعض ايه اللي بيدوروا حوالين، طبعا ما ينفعش اجي ابدا بالصن والبلانيتس، يعني ما ينفعش اختار هنا صن وبلانيت. ليه؟ عشان اكيد الصن مش هتدور حوالين البلانيت، العكس طبعا البلانيتس هي اللي بتدور حوالين الصن. Give reason for occurrence of cycle of season. ال occurrence of cycle of seasons، طالما seasons هاجي اقول له due to ال Earth's revolution. نركز هنا ان هو قال لي season، فاجي اقول له ان هو حصل بسبب ال revolution of Earth on its axis او around it around its sun. revolution around الصن. لكن لو جه قال لي day and night هاجي اقول له rotation on its axis. Number 2 also الارث rotate on its axis we don't feel. ليه مش بنحس
على الرغم ان هي اصلا بتدور حوالين الاكسس بتاعها، هاجي اقول له because we are moving at أو with the same speed. بنتحرك مع الإرث with the same speed. تمام؟ ممكن نكمل هنا نيجي نقول with earth. In the night sky some stars seem to rise and set like the sun. ليه بنحس إن في الليل بنحس إن الستارز أو الصن عموما بيبدو وكأنهم بيتحركوا؟ هاجي أقول له due to أو بيحصل لهم مثلا يبدو وكأنهم مثلا زي الصن بالظبط rise من الإيست و set في الويست. هاجي أقول له due to Earth's rotation. وطالما قلت rotation يبقى أكيد إحنا عارفين هيكون حوالين إيه؟ on its axis، حوالين الأكسس بتاعها. ال occurrence of day and night نفس الإجابة بالظبط due to ال Earth's rotation on its axis. Number 5 half of the earth appears dark at night. يعني بيقول لك ليه الهاف of earth بيكون مظلم؟ اكيد عشان ما حصلوش ايه؟ ما استقبلش don't receive. اجي اقول له because this half doesn't receive any sunlight. ما استقبلش اي كمية ضوء. What happens if Earth doesn't rotate on its axis؟ كان زمان دلوقتي مفيش أي cycle day and night. هاجي أقول له إن cycle day and night doesn't happen. ما كانش حصلت خالص السايكل دي. كان زمان دلوقتي البارت الأولاني أو الجزء مثلا الهاف اوف ذا ايرث اللي فيزز للصن كان زمانه دايما على طول هيكون داي، والجزء اللي بعيد عن الصن كان زمانه على طول هيكون نايت. ايه اللي هيحصل لو الهاف اوف ايرث فيزز للصن؟ هاجي اقول it will be day، هيكون نهار. طب لو جه قال لي ان هو faces away يعني بعيد، هاجي اقول له ان هو نايت. الارث completes its spinning on its axis in 12 hour only. ايه اللي هيحصل لو الارث كانت عملت الروتيشن بتاعها حوالين الاكسس في 12؟ كنت هاجي اقول له مثلا ان السايكل of day and night happen برضو فين؟ in 12 hours. كان زمان حصل ان احنا نبدل day والنايت كل 12 ساعة. اللي هيحصل اللينس بتاع الشادو في وقت النون؟ اتفقنا ان هو وقت النون الشادو will be short، هيكون اقصر حاجة او shortest، اقصر واحد او اقصر طول ليه هيكون وقت النون. The sun if earth rotate from east to west. اللي هيحصل للصن لو الارض دارت من الايست وراحت ناحيه الويست؟ برضو نفس الكلام، احنا اتفقنا ان هي عكسها. كان زمان الصن دلوقتي حصل لها رايز in west and هي كانت هتشرق يعني من الويست وتغرب مثلا ناحيه الويست، هكملها عادي. يبقى كان زمان حصل رايز في الويست ومرت او مثلا حصل لها غروب ناحيه الايه؟ الايست. Write the scientific term series of event is repeated. يعني سلسله من الاحداث حصل لها ايه؟ repetition او تكرار in the same order. ده طبعا تعريف السايكل. the sun and the 8 planets. اول ما اعرف ان ده definition مثلا للصن وال8 planets مع بعض يبقى ده السولار سيستم. Number 3 phenomena بتحصل due to Earth's revolution around the sun.
طبعا ده السايكل اوف سيزون، طالما قال لي ريفوليوشن وحوالين الصن يبقى اكيد ده السايكل اوف سيزون. The fastest planet during its rotation، عندنا في ال8 planets أسرع واحد فيهم اللي بيدور حوالين الأكسس بتاعه هو الجوبيتر. Number 5 imaginary line passes through two poles. هاجي أقول له ال Earth's axis، ده تعريف الأكسس بتاع الإيرث، عشان كده هو قال لي imaginary خط تخيلي. The spinning of Earth on its axis، طالما قال لي دوران الإيرث حوالين الأكسس يبقى ده أكيد الروتيشن حوالين الأكسس. الأوربتنج of Earth around the sun ده تعريف الريفوليوشن، عشان هو قال لي إيه؟ orbit وقال لي كلمة sun، لكن هنا قال لي spinning وقال لي في الأكسس، يعني الفيرب أو حوالين إيه هو ده اللي بيعرفني هو ده أنهي واحد فيهم revolution ولا rotation. Number 8 the phenomena that occurs when half of Earth is facing the sun. أنهي فينومينا بتحصل لما جزء من الأرث قدام الصن؟ أكيد ده هيكون day، لكن لما يكون الهاف of Earth doesn't receive يبقى أكيد ده النايت. وبكده إحنا نكون خلصنا مراجعتنا النهاردة. أتمنى إن انتوا تكونوا فهمتوا، ولو في أي حاجة مثلا مش مفهومة نرجع تاني للجزء اللي إحنا شرحناه في الفيديوز اللي قبل كده اللي هو شرح الليسن نفسه، ولكن نحل كتير في الفترة زي كده وما نسمعش أو مثلا ما نعيدش في الشرح أكتر من مرة. حاجة مش فاهمها ارجع افهمها وبعد كده سيب الباقي لو انت فاهمه، واستغل التايم في الحل الأكتر. باي باي.